بايع عربية من 3 سنين. الراجل المشتري اللي عاوز يرخص ولا عاوز يرد اللوحات المعدنية للمرور، وانا عاوز اقفل التأمينات والضرايب، فاعمل ايه؟ حضرتك بنشوف الحل الودي الاول. منفعش بتعمل محضر اثبات حالة وتخطر المرور بواقعة البيع، وبالتالي بتعمل بعد كده او بترفع دعوى براءة ذمة بتختصم فيها الراجل المشتري بموجب عقد البيع، وبتختصم إدارة المرور او وحدة المرور اللي تابع لها محل الترخيص، بتختصم التأمينات والضرائب، بحيث بتخلي مسؤوليتك عن العربية والمتأخرات المترتبة عليها من تاريخ البيع لحد دلوقتي. الحكم اللي بيصدر في دعوى براءة الذمة حجة على الكافة وحجة على المرور والتأمينات والضرائب. وبالتالي أول حاجة هتعملها هتشوف الحل الودي أو الحل العرفي الأول بحيث تحل المشكلة مع المشتري. منفعش هتلجأ للطرق الأخرى اللي هي محضر اثبات حاله في اسم الشرطه، بتخطر المرور بانذار على قد محضر بانك بايع العربيه ومش مسؤول عن الضرائب والتامينات بتاعتها لحد من تاريخ انتهاء الترخيص لحد دلوقتي. بما انك بعت وترفق بالانذار صوره من شهاده محضر التصديق بتاع عقد البيع وصوره من محضر اداري اللي انت عملته باثبات الحاله، بحيث بعد كده بترفع دعوى براءه ذمه على الراجل المشتري وعلى المرور وتاخد حكم قضائي ببراءة ذمتك من كل المتأخرات على العربية من تاريخ توثيق عقد البيع في الشارع العقاري.